السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. كل سنة وأنتم طيبين. معاكم محمد صديق، ودي أول حلقة في سلسلة جديدة ومهمة جدا هتغير نظرتك بالكامل عن حاجة اسمها ال API. بس قبل ما نقول يعني إيه API، خلينا نرجع شوية ونسأل هل لازم كل تطبيق يكون فيه البيانات جواه؟ تخيل إنك بتعمل تطبيق لعرض الأخبار، هل منطقي إنك تكتب كل خبر بنفسك؟ طبعا لأ، أنت محتاج مصدر خارجي يديك البيانات الخارجية دي. طب إزاي توصل للمصدر ده؟ التطبيق محتاج يطلب بيانات من مكان تاني، والمكان ده ممكن يكون سيرفر أو موقع فيه المعلومات. وهنا يجي سؤال مهم جدا جدا جدا، إزاي التطبيق يعرف يتكلم مع السيرفر؟ هل فيه لغة معينة؟ هل فيه قوانين؟ الإجابة وفي كائن محترم جدا اسمه ال API. ال API ده هو مش لغة، هو وسيط، هو الوسيط اللي بيربط بين التطبيق بتاعك وبين أي مصدر بيانات خارجي. زي ما تكون في مطعم وأنت العميل، الويتر هو اللي بياخد الطلبات منك ويوديها للمطبخ ويرجع لك بالأكل. نفس القصة بالظبط، التطبيق بيطلب من ال API وال API يوصل الطلب ويوصل الطلب ويرجع لك الرد. في السلسلة دي هنتكلم عن يعني إيه API، أنواع الطلبات، يعني إيه جيسون، وهنبني معاكم تطبيقات فلاتر بتتعامل مع ال API خطوة بخطوة. لو أنت مهتم تبقى مبرمج محترف، لازم تفهم ال API كويس جدا لأنها حاجة أساسية في أي تطبيق بيشتغل بالنت. تابعني وما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان توصلك باقي حلقات بإذن الله.